الضحك بيحرق سعرات وممكن يحرق حياتك كمان. في ناس ماتت من الضحك فعلا. هوريك ازاي واشهر ضحايا التاريخ. انا محمد ودي قناة اي حاجة. طب تعالوا نفهم ازاي الضحك بيقتل. الضحك الشديد بيعمل تحفيز مبالغ للعصب الحائر اللي مسؤول عن تنظيم ضربات قلبك، والتحفيز الزيادة ده ممكن يخلي قلبك يبطأ فجأة أو حتى يقف لو عندك مشكلة خفية زي انسداد شرايين. غير كده الضحك الهستيري بيدخل جسمك في حالة شبه اختناق، عضلات بطنك بتضغط على رئتك وده يخليك متقدرش تاخد نفس كويس، وده بيؤدي لنقص أكسجين حاد ممكن يوصلك لإغماء. وآخر حاجة، لو عندك انسداد في شرايين القلب الضحك بيزود ضغطك فجأة. ده شعلة بتشعل نوبة قلبية طبيعي؟ طبعا لأ، بس ده اللي بيحصل مع ناس قليلين أوي في التاريخ. الأشهر كريستوفر سيدني في إنجلترا 1975، ضحك 30 دقيقة متواصلة وده أدى لسكتة قلبية قاتلة. الأطباء أكدوا إن الضحك المفرط كان المحفز الرئيسي لكده، وحتى الفلاسفة مسلموش. الفيلسوف كريسبوس في اليونان 206 قبل الميلاد ضحك على نكتته بنفسه وده أدى لموته. ما تخافش، الضحك لسه أفضل دواء. وفق منظمة الصحة العالمية الموت بالضحك نادر جدا، وفيه أقل من 10 حالات مؤكدة في التاريخ. بس لو عندك مشكلة من القلب خد بالك من الضحك الهستيري.